أهلا بكم. برغم الفوز الصعب أكيد كلنا داعمين لمنتخب مصر بقيادة العميد. مبروك لمصر، مبروك لأسرة الرياضة المصرية، مبروك لمعالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبروك لاتحاد كرة القدم المصري، مبروك للشعب المصري العظيم. الفوز الثاني في البطولة لمنتخب مصر على المنتخب العنيد والقوي الأولاد منتخب جنوب أفريقيا. الحمد لله، الحمد لله قدرنا نفوز على منتخب جنوب أفريقيا في مباراة صعبة. بدأنا المباراة باستحواذ وقدرنا إن احنا نجيب هدف رائع لمحمد صلاح من ضربة جزاء. وفي نهاية الشوط الأول طرد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي محمد هاني، وقدرنا إن احنا نلعب الشوط الثاني كامل ناقصين لاعب. لكن الحمد لله لعبتنا رجالة، لعبتنا رجالة، لعبتنا قدها وقدود. زي ما قلنا رجالة مصر قادرين يفوزوا داخل مصر وفي المغرب خارج الحدود. المباراة التانية يا جماعة قدرنا نفوز ونضمن يعني الوصول للدور القادم. كده عندنا 6 نقاط، يعني وصلنا للدور القادم إن شاء الله. النهارده زيمبابوي وانجولا اتعادلوا مع بعض، يبقى لكل فريق نقطة واحدة. وجنوب افريقيا غالب انجولا في المباراة الاولى عنده 3 نقاط. منتخب مصر بيحصد ال6 نقاط كاملة وبكده يضمن الوصول للدور القادم. فوز مستحق النهارده لمنتخب مصر على منتخب كبير، واحد من المنتخبات المرشحة في البطولة. أول فريق يضمن الصعود لدور ال16 زي ما كابتن محمد أحمد بيقول. 6 نقاط يا جماعة، أول فريق بيضمن الصعود لدور ال16. إن شاء الله نوصل لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية. إن شاء الله يا جماعة هنفوز، والله إحساسي إن إحنا هنفوز بالبطولة دي. المستوى بيزيد واحدة واحدة، لعبتنا رجالة، والله لعبتنا رجاله يا جماعه، والله العظيم امكانياتنا كبيره قوي. النهارده الشناوي اسد، الشناوي نجم النجوم، الشناوي احسن لاعب في اللقاء. الشناوي يعني النهارده انقذ منتخب مصر على الاقل من 3 اهداف محققه. مبروك لمصر، مبروك لمو صلاح، فخر العرب، فخر مصر، فخر المصريين. مبروك لينا كلنا. محمد صلاح النهارده يا جماعه بيحرز الهدف الثاني له في البطوله من ضربة جزاء رائعه. يا جماعه احنا لازم نستغل محمد صلاح. محمد صلاح ده ايقونه كبيره قوي، محمد صلاح ده نجم كبير قوي. محمد صلاح لازم كلنا يعني نستغل وجود هذا النجم مع منتخب مصر في البطولة دي. عندنا صلاح وعندنا مرموش، عندنا لعيبة كبيرة يا جماعة، عندنا لعيبة كبيرة. احنا مش اقل من اي فريق مرشح في البطولة. الناس كلها بتقول لك المغرب، المغرب على دماغنا من فوق، لكن احنا الفراعنة. البطولة مصرية زي ما بقول لكابتن حسين مطاوع، بيقول لي البطولة مصرية ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حسين، ان شاء الله البطولة هتكون مصرية. وبقول لي بقى ايضا الشناوي نجم المباراة. مفيش كلام يا جماعة. كابتن حسين مطاوع بحسه الرياضي الكبير بيقول لي ان الشناوي نجم اللقاء. طبعا، امال مين اللي هيبقى نجم اللقاء لو ما كانش الشناوي نجم اللقاء؟ الشناوي النهارده يعني بقول لك على الاقل 3 اهداف محققة لا يسأل عنها تماما محمد الشناوي. مبروك لينا كلنا يا جماعة. يا جماعة قلنا حسام حسن بيتعرض لضغوط، وبالرغم من كل الضغوط اللي بيتعرض لها حسام حسن الراجل ناجح. الراجل حتى الآن عامل أرقام قياسية رهيبة. حسام حسن وصل بمنتخب مصر لكأس العالم. حسام حسن في أفريقيا فاز في أول لقاءين. أنت عاوز من الراجل إيه؟ نهدى شوية على حسام حسن، ندعم حسام حسن، ندعم منتخب مصر، علشان ده بيمثلنا كلنا يا جماعة. حسام حسن
يعني لو كتب التوفيق للمدير الفني القدير المصري الرائع حسام حسن، على طول هيكتب التوفيق لكرة القدم المصرية. منتخب مصر زي ما بنقول ضمن الصعود للدور القادم، أول فريق في البطولة يصعد لدور ال16 بعد فوزين متتاليين على زيمبابوي في المباراة الأولى 2-1، والنهاردة على جنوب أفريقيا 1-0. مبروك لمنتخب مصر. الشناوي، هنقف كتير عند محمد الشناوي. محمد الشناوي نجم المباراة بلا منازع، أنقذنا النهاردة. وخط الظهر النهارده لما عمل التغيير طلع حسام عبد المجيد ونزل رامي ربيعه. رامي ربيعه طبعا ما بنقللش من حسام، لكن خبره رامي ربيعه كبيره يا جماعه. رامي ربيعه خبره كبيره في خط الظهر النهارده، قدر ان هو يقفل المساحات، قدر ان هو يعني يعيد التوازن مره تانية لخط الظهر في منتخب مصر. منتخب مصر النهارده يا جماعه قدم اداء رائع بعد طرد محمد هاني في الشوط الاول. قدر العميد حسام حسن على طول ان هو ينزل الجوكر امام عاشور، نزل امام عاشور يلعب مكان محمد هاني. امام عاشور ده لاعب جوكر بيلعب في اي مكان، لكنه لسه راجع من الاصابه. امام عاشور ان شاء الله يعني نفوت المباراه القادمه كمان نشوفه بقى في دور ال16، نشوفه في دور الثمانيه، نشوفه في الاربعه وفي المباراه النهائيه. يا جماعه مش عاوزين حد يقلل من لاعبي منتخب مصر، مش عاوزين حد يقلل من قدرات العميد حسام حسن. احنا جربنا المدربين الاجانب سنين طويله، بييجوا يتسلوا علينا وياخدوا الدولارات ويمشوا، ومصر تكسب ما تكسبش ما بيفرقش معاهم. انما حسام حسن وجهاز الوطني اللي معاه، المصلحه الاولى والاخيره لهم هو فوز منتخب مصر. النهارده محمد هاني غلط في الطرد بتاعه، طرد يعني بدون داعي، طرد بدون داعي لنجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. محمد هاني كلفنا ان احنا في الشوط الثاني فضلنا مضغوطين، يعني طول الشوط الثاني بنلعب على الهجمات المرتده، لكن الحمد لله ربنا سترها معانا في الكرة اللي كان فيها شك ان هي ضربة جزاء، لكن الحمد لله الحكم كان فايق وقدرنا ان احنا نفوز 1-0 بهدف للنجم الكبير محمد صلاح. الحكم حسب 7 دقايق وقت ضايع، لعبهم 11 دقيقة. هم دول الحكام الأفارقة. لكن هيلعب 10 دقايق، هيلعب نص ساعة، هيلعب شوط تاني، إن شاء الله لعبتنا رجالة ولعبتنا قادرين إن هم يحافظوا على النتيجة علشان يضمنوا الصعود لدور ال16. مبروك لمصر. النهارده اللاعيبه يا جماعه كل واحد عمل اللي عليه وزياده، محدش قصر. زيزو بيدافع، صلاح بيدافع، مرموش، كل اللعيبه النهارده، كل اللعيبه النهارده محدش قصر يا جماعه خالص. كل واحد عمل اللي عليه وزياده، الكل عاوز يفرح شعب مصر كله. في اللايف اللي فات قلنا ووجهنا رساله للعيبه، قلنا لهم اصنعوا لانفسكم مجدا ربما لم يتكرر. اللعيبه سمعونا على طول، وكل واحد بيقول لك ده فرصه عمري، انا مش ضامن البطوله الجايه هكون لاعب ولا اعتزلت ولا اصبت ولا الدنيا فيها ايه. كل واحد النهارده بيضمن المباراه. الكابتن محمد احمد النهارده بيقول للجماهير المغربيه النهارده حسستنا ان احنا بنلعب في استاد القاهره. كل التحيه والتقدير والاحترام للجماهير المغربيه، طبعا الاشقاء العرب. لما الجماهير المغربيه مش هتساند منتخب مصر في المغرب، امال هيساندوا مين؟ هيساندوا جنوب افريقيا يا كابتن محمد. العروبه يا جماعه، العروبه بتطغى على كل الشعوب العربيه. اي منتخب عربي بيجي يلعب في مصر الجماهير كلها بتساند المنتخبات العربيه، والنهارده شفناها في المغرب. كل الدعم، كل المسانده من الجماهير المغربيه كلها لمنتخب مصر، للفراعنه، لفريق اللي ان شاء الله هنفوز بالبطوله الثامنه لرفاق حسام حسن. وان شاء الله يا جماعه نقدر نفوز بالنجمه الثامنه، ويعني نكون الفريق الوحيد في البطوله اللي فاز ب8 بطولات افريقيه. فزنا قبل كده ب7 بطولات، وان شاء الله البطوله الثامنه قادمه ان شاء الله.
النهارده شفنا فرحة هستيرية للعميد حسام حسن بعد الفوز وضمان الصعود للدور القادم، دور ال 16. حسام حسن بيتعرض لضغوط كبيرة للأسف من النقاد المصريين ولاعبي كرة القدم القدامى المصريين مركزين مع حسام حسن. يا جماعة ما ينفعش كده، يا جماعة ما نستناش الغلطة للراجل. يا جماعة سيبوا الراجل يشتغل براحته، سيبوا الراجل يشتغل براحته علشان يبدع مع منتخب مصر ومع المجموعة المميزة اللي بتشارك في منتخب مصر. المستشار محمد إبراهيم المحامي، مساء الفل يا كابتن محمد. طبعا وشك وش خير على كرة القدم المصرية. كابتن محمد إبراهيم من الداعمين لكرة القدم المصرية، راجل متيم بحب مصر وحب منتخب مصر. النهارده خبرة محمد صلاح يا جماعة فرقت كتير قوي معانا. محمد صلاح أسطورة، فخر العرب، أيقونة مصر والمصريين. الراجل ده يا جماعة يعني لازم نستغل وجوده معانا. كابتن محمد إبراهيم بيقول لي خطوة بخطوة إن شاء الله نوصل للنهائي، والحمد لله رب العالمين طلعنا أول مجموعة بعيد عن طريق المغرب. يا أستاذ محمد، المنتخب اللي عاوز يفوز بالبطولة ما يقولش بعيد عن المغرب وبعيد عن الجزائر. اللي عاوز يفوز بالبطولة يكسب كل الفرق المشاركة. اللي عاوز يفوز بالبطولة يعني يتخطى كل الصعاب. إن شاء الله نفوز ونوصل للمباراة النهائية ونفوز بالبطولة. كابتن سلامة محمد، على رأي الكابتن السيد منير، المصريين كانت بتشجع المغرب لما وصلت لدور 4 في كأس العالم في قطر. طبعا يا كابتن سلامة، طبعا. ومين فينا ما كانش سعيد وفرحان بوصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم؟ كلنا كنا بنشجع المنتخب الوطني المغربي. الأستاذ محمد الذكري، طبعا مبروك يا كابتن محمد، مبروك على كل الشعب المصري كله الفوز الرائع النهارده لكتيبة حسام حسن. حسام حسن النهارده بيفوز على جنوب افريقيا. على فكره يا جماعه ارجع للتاريخ شويه، منتخب جنوب افريقيا ده بيمثل عقده للمنتخب المصري، ما بنفش عليه بسهوله، ما بنفش عليه بسهوله. والحمد لله الفراعنه مع العميد شكل تاني، اداء تاني، فكر تاني، قدروا ان هم يتخطوا واحد من الفرق المرشحه للبطوله. زي ما بنقول يا جماعه، محمد هاني بعد طرد محمد هاني، الطرد اللي بدون داعي، نزل اللاعب الجوكر امام عاشور. امام عاشور لسه راجع من الاصابه، نزله حسام حسن على طول علشان يسد الفراغ في مكان محمد هاني. الراجل عمل اللي عليه وزياده برغم الضغوط الكبيره، لكن لعيبتنا كلها رجاله، لعيبتنا ان شاء الله يعني هيثبتوا نفسهم او يعني في المباريات القادمه. النهارده شفنا لمحة ذكية من حسام حسن إن هو غير محمد صلاح في آخر 3-4 دقايق. حسام حسن خاف على محمد صلاح طبعا، وعنده حق، ومين ما يخافش على محمد صلاح. خرج محمد صلاح، قال لك بقى الالتحامات والزق والضرب وممكن يعني الراجل يصاب ولا حاجة، واحنا طبعا ما نستغناش عن محمد صلاح. خرج محمد صلاح ونزل أسامة فيصل اللي النهاردة يعني ما ظهرش بمستوى يعني جيد، لكن طبعا ده يعني ده سيناريو الماتش. المباراة كانت مضغوطة، لكن الحمد لله قدرنا نفوز، قدرنا نفرح الشعب المصري كله. مبروك لمصر، مبروك للشعب المصري، مبروك لأسرة الرياضة المصرية. إن شاء الله هنوصل لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية إن شاء الله. يا جماعة منتخبنا لاعبتنا يعني دول أفضل قماشة عندنا. ما تيجي تدوق أسماء كبيرة أوي والله يا جماعة في منتخب مصر. يعني لما تشوف صلاح وتريزيجيه وزيزو، وما أدراك ما زيزو لما بيدور، وتريزيجيه وإمام عاشور والشناوي، لاعبتنا كلها يعني ما تختلفش على واحد.
كابتن يوسف نسيم بيقول منتخب مصر طرف في المباراة النهائية على مسؤوليتي. بنتمنى يا كابتن يوسف، والله العظيم بنتمنى، والشعب المصري كله بيتمنى. الكابتن محمد احمد بيجيب لي معلومه، بيقول منتخب جنوب افريقيا هو اللي مخرجنا من البطوله اللي كانت عندنا. يا جماعه، محدش يستقل بمنتخب جنوب افريقيا، منتخب كبير قوي، منتخب عنيد، منتخب بيلعب كوره جماعيه 10 على 10. علشان انت تتغلب على منتخب جنوب افريقيا وبتلعب الشوط الثاني كامل ناقص، الشوط الثاني مطرود منك لاعب، بتلعب الشوط الثاني 45 دقيقة و10 دقايق وقت بدل ضايع، 55 دقيقة لاعبتنا بيلعبوا ناقصين لاعب. الحمد لله، وإن شاء الله يعني نفوز المباراة القادمة مع أنجولا، يعني مباراة تحصيل حاصل، لكن لازم نفوز فيها علشان دي سمعة كرة القدم المصرية. المكسب بيجيب مكسب، كل ما تكسب الكل بيشيل همك، الكل بيعمل لك مليون حساب، الكل بيعمل لك مليون حساب، وانت نمبر 1 في القارة السمراء. يا جماعة، التاريخ ده ما حصلش من فراغ. علشان نفوز ببطولة الأمم الإفريقية 7 مرات ونوصل للنهائي 3 4 مرات، ده إنجاز. لازم نعتز بتاريخنا، لازم نعتز بكبريائنا، لازم نروح يعني العالم كله والأفارقة كلهم يقفوا انتباه للمصريين. أي منتخب في القارة لما بيجيب جون ما بيكسبش، لما بيجيب جون في منتخب مصر الاحتفالات بتفضل أيام وشهور وسنين. يقول لك ده احنا غلبنا أو اتعادلنا أو جبنا جون في منتخب مصر. محدش يقلل من منتخب مصر، ولا من لاعبي منتخب مصر، ولا من الجهاز الفني لمنتخب مصر. يا جماعة، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه. كابتن محمد إبراهيم بيقول لي المقصود يا كابتن سامح إن المغرب صاحب الأرض وفريق قوي، نتمنى نشوف الفريقين في النهائي. قصدي نستغل تشجيع الجمهور المغربي، وكمان بقى باقي فرق البطولة. يا كابتن محمد، المنتخب المغربي منتخب قوي، المنتخب الجزائري منتخب قوي، تونس، السنغال، الكاميرون، نيجيريا، كلهم فرق محترمة. والبطولة الإفريقية كعادتها عبر التاريخ لا تخلو من المفاجآت. الكل بيقول المنتخب المغربي هو المرشح الأول للبطولة. ممكن تشوف مفاجأة وخروج المنتخب المغربي من البطولة في دور ال16 أو في دور ال8 أو في المربع الذهبي. يا جماعة، كرة القدم ملهاش أمان، كرة القدم ملهاش أمان. المنتخب المغربي ممكن يجي في مباراة ويبدع ويعمل كل حاجة ويتخطف جون ويخرج ويودع البطولة. وشوفنا دي كتير قوي في البطولات الإفريقية. احنا من نركز مع نفسنا، احنا نركز مع نفسنا، احنا نركز علشان يعني ناخد البطولة خطوة خطوة. الأستاذ عماد نظمي اللي بيبارك لمنتخب مصر ولاعبي منتخب مصر وللشعب المصري كله الفوز الرائع، الفوز المميز لكتيبة حسام حسن. الشعب المصري كله فرحان، الشعب المصري كله حزين، آسف، الشعب المصري كله فرحان، آسف، الشعب المصري كله سعيد. إن شاء الله يا جماعة، يعني ربنا يديم الأفراح علينا كلنا، ربنا يديم الأفراح علينا. يا عالم، برغم الأزمات الاقتصادية اللي في البلاد، لكن كرة القدم هي الفرحة، هي فرحة الشعب المصري كله. محدش بيركز في حاجة. النهاردة الساحة الشعبية كلها، كل الدولة، الكل مركز. المنتخب عمل، المنتخب كسب، المنتخب ضيع، المنتخب. يا جماعة، كرة القدم هي الساحرة المستديرة اللي الشعب المصري كله مركز معاها، اللي الشعب المصري كله بيحبها، اللي الشعب المصري كله بيعشقها. فما بالك لو كرة القدم مع منتخب مصر كمان؟ يعني مش نادي، مش فريق في الدوري، لا،
انت بتتكلم عن منتخب مصر، انت بتتكلم عن اغلى حاجة عندنا، انت بتتكلم عن سمعة كرة القدم المصرية. النهاردة الكل سعيد، الكل فرحان. إيه يا رب الانتصارات تدوم علينا يا رب. الأيام القادمة إن شاء الله كلها تكون انتصارات وفرح وسعادة لأسرة الكرة المصرية. الكابتن محمود مدح اللي بيمس علينا وبيقول سلام المتولي، الله عليك يا مستكاوي. مساء الفل يا كابتن محمود، وإن شاء الله يعني نكون معاك في بث مباشر قريبا. كابتن السيد منير، المصريين كانت بتشجع المغرب لما وصلت لدور الأربعة في كأس قلناها قلناها والله العظيم. وإحنا كلنا داعمين لكل الفرق العربية، داعمين لبلدنا، لمنتخبنا، لفرحتنا، داعمين للاعبينا، داعمين للجهاز الفني. يا جماعة البطولة لما بتيجي بمدرب مصري بيبقى لها طعم تاني خالص. البطولات لما بتتحقق في مصر مع مدربين وطنيين بيبقى لها شكل تاني خالص. شفنا الكابتن حسن شحاتة ربنا يشفيه ويعافيه. كابتن حسن شحاتة فاز بثلاث بطولات إفريقية متتالية، 2006 و2008 و2010. حسن شحاتة ومنتخب أبو تريكة وعمرو زكي وعماد متعب وحسني عبد ربه كانوا بينيموا أفريقيا من المغرب. كان بيتعمل لهم مليون حساب، وإن شاء الله منتخب مصر مع العميد هيحصل الكلام ده. إن شاء الله هتكمل على خير وهنقدر نحقق البطولة ونفرح كل المصريين إن شاء الله. يا جماعة إن شاء الله عاوزين نفرح، عاوزين يعني ناخد البطولة مباراة مباراة. فزنا في المباراة الأولى وفزنا في المباراة الثانية، عندنا المباراة الثالثة إن شاء الله يوم الاثنين على ما أعتقد. طبعا هتبقى مباراة يعني تحصيل حاصل، لكن احنا ما بنهرجش. دي سمعة كرة القدم المصرية، احنا كلنا حريصين هنجرب لعيبة مفيش مشكلة، لكن اللعيبة اللي هتنزل هتكون قد المسؤولية. كابتن محمد بيقول عاوزين البث المباشر يكون معاك ضيف، بنفرح لما بنشوفكم. ما هو كابتن السيد منير لو معايا كنا يعني نحاول ندخل الشيخ حسين مطاوع، نحاول ندخل معانا في البث المباشر الشيخ حسين مطاوع. راجل كروي، راجل غيور على وطنه، راجل بيحب منتخب مصر، راجل بيدعم لمنتخب مصر. وايضا معانا الكابتن محمد ابراهيم المحامي ممكن يكون معانا في البث المباشر. شخصيات يعني كروية، شخصيات مثقفة، ناس داعمين لمنتخب مصر. معانا الأستاذ المستشار محمد إبراهيم المحامي، ومعانا الشيخ حسين مطاوع. إن شاء الله يعني في أقرب وقت نظبط الأمور وندخلهم معانا في البث المباشر علشان نعرف آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم وأمنياتهم لمنتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب الشقيق. لعبنا ماتشين، فزنا في الاثنين، عندنا 6 نقاط. جنوب أفريقيا عندها 3، زيمبابوي وأنجولا كل فرقة عندها نقطة واحدة. لسه عندنا لقاء مع أنجولا، إن شاء الله نفوز ونوصل لدور ال16 بالعلامة الكاملة 9 نقاط. أول منتخب يضمن الصعود مباشرة لدور ال16 في البطولة، وده إنجاز كبير لكتيبة العميد حسام حسن مع اللاعبين. إن شاء الله يا جماعة نفرح النهاردة ونركز في إن شاء الله في اللقاء القادم ونجرب لعيبتنا، وفي دور ال16 هيكون لها 100,000 حل علشان إن شاء الله هناخد البطولة خطوة خطوة ونوصل للمباراة النهائية ونفوز بالبطولة ونرجع لاستاد القاهرة
وتكون القيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة الكل في استقبال المنتخب الوطني المصري في استاد القاهرة وسط حشود شعبية كبيرة. الكل عاوز يفرح، الشعب المصري منتظر الفرحة. إن شاء الله نفرح كلنا، ويكون العميد وفريقه وش السعد على كرة القدم المصرية. كل الشكر والتحية.